معلش بقى يا عم، الفيديو من البيت المرة دي. لا شك ان الخشوع في الصلاة شيء مهم جدا، بس الواحد بيجيله اوقات بيسرح في الصلاة، وعشان كده انا جاي لك النهاردة اقول لك على 3 حاجات لو عملتهم هتحس بحلاوة الصلاة. اول حاجة، قبل ما تكبر استشعر انك واقف قدام ملك الملوك. كتير مننا بيبدأ الصلاة كأنها عادة يومية، لكن لو قبل ما تقول الله اكبر وقفت ثانيتين بس واستحضرت انك واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي بايده كل حاجة، قلبك هيتغير. وفكر قبل ما تصلي ان الصلاة اللي انت بتصليها دي ممكن تبقى الاخيرة، فتستشعر بقى صلاتك الاخيرة في الدنيا دي هتبقى عاملة ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، يعني صلي أكنها آخر صلاة في حياتك. الشعور ده بيخلي التكبيرة ليها طعم مختلف وبيكسر السرحان من أول لحظة. تاني حاجة، أثناء القراءة ما تستعجلش، خليك عايش مع الآيات. القراءة السريعة بتدعي التدبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بتأني، لدرجة إن السيدة عائشة بتقول عنه: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. حاول تقف عند كل آية أكنها رسالة شخصية من ربنا ليك. مثال، يعني لما تقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، تبدأ تفكر بقى وتسأل نفسك: أنا فعلا بعبد ربنا بس؟ أنا فعلا بستعين ربنا بس؟ تالت حاجة، بعد الصلاة اقعد دقيقة اقرأ الأذكار. الذكر بعد الصلاة بيكمل النقص اللي حصل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيواظب على التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة. فاحنا كلنا عارفين فضل الذكر، فانت عارف ان دقيقة واحدة ممكن تغير حياتك وتعمل فرق كبير وتخليك خارج من الصلاة أنظف وأطهر وبراحة نفسية أكبر. وزي ما انت عارف ان